ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بشرتك دايما حاسه انها مشدوده وبتتقشر او حتى بتحسي انها باهته وناشفه دايما، الفيديو ده ليكي. النهارده هتكلم عن البشره الجافه، من اول مشاكلها واسبابها لحد اقوى الوصفات الطبيعيه والمنتجات اللي هتنقذ بشرتك. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة، إزاي تعرفي إن بشرتك جافة؟ بتحسي إن في شد في وشك بعد الغسول، ممكن تلاقي قشور أو خشونة في ملمس البشرة والمسام مش واضحة والدهون قليلة جدا. إيه هي أسباب الجفاف أصلا؟ قلة شرب المية واستخدام صابونة قوية أو غسول فيه كيماويات، والجو البرد خصوصا في الشتاء، ونقص فيتامين E و A، والسن لما بنكبر البشرة بتفقد زيوتها الطبيعية. في وصفات طبيعية للبشرة الجافة. أول حاجة، ماسك العسل وزيت الزيتون. معلقة صغيرة من العسل ومعلقة صغيرة من زيت الزيتون، ادهنيها على بشرتك 15 دقيقة واغسليها بمية فترة. العسل مرطب وزيت الزيتون مغذي وبينضف البشرة وبيرطب بعمق جدا. ماسك الزبادي والشوفان، معلقة من الزبادي ومعلقة شوفان مطحون، بيقلل القشور وبيهدي أي احمرار في البشرة. تالت حاجة معانا زيت جوز الهند، استخدميه كمرطب يومي بالليل قبل النوم، مناسب جدا للبشرة الجافة وبيحمي من التشققات. المنتجات اللي هتليق على البشرة الجافة، استخدمي غسول خالي من السلفيت، واختاري مرطب غني بزبدة الشيا أو الهيرونيك أسيد، وسيرم مناسب. ممكن تستخدمي سيرم فيه فيتامين E أو C، واستخدمي واقي شمس يكون فيه مرطب زي ال SPF 30 أو تختاري نمرة أكتر. حاجات لازم تتجنبيها: الغسول القاسي أو الصابونة العادية، والمية السخنة جدا، والتقشير بعنف أو بكثرة. البشرة أصلا جافة وممكن تسبب جروح واحمرار. وعدم استخدام المرطب بعد الغسول. في غسولات طبية مشهورة للبشرة الجافة زي ده سيرافي، بيحافظ على ترطيب البشرة وكويس جدا للبشرة الجافة. وفي تاني نوع معانا غسول لاروش، بيهدي البشرة وينضفها ومناسب لأكتر نوع بشرة حساسة. تالت نوع معانا نيتروجينا، خفيف ومرطب وفيه هيلوريك أسيد ومناسب للاستخدام اليومي. ورابع غسول معانا سيمبل كايند، بدون عطور أو كحول، ناعم جدا على البشرة الجافة والحساسة. نصايح مهمة: اختاري غسول قوامه كريمي مش رغوة قوية، وبعيدي عن أي نوع غسول فيه كحول أو عطور قوية، واستخدميه مرتين بس في اليوم حد أقصى عشان تحافظي على توازن بشرتك. نصايح مهمة جدا ليكي: اشربي 2 لتر مية في اليوم، ورطبي بشرتك مرتين في اليوم، واستخدمي بخاخ مية الورد كترطيب سريع، وحاولي تبعدي عن التكييفات القوية أو الدافيات فترة طويلة. روتين بسيط للبشرة الجافة: الصبح غسول خفيف، سيرم فيتامين C، مرطب خفيف، واقي شمس يكون فيه مرطب، وبالليل غسول وسيرم يكون فيه فيتامين E أو زيت اللوز. وتالت حاجة، مرطب يكون تقيل. بشرتك محتاجة حب منك مع شوية اهتمام وروتين بسيط، هترجعي تشوفي النعومة والنضارة اللي تستاهليها. بس كده، في الآخر بشرتك مش محتاجة منتجات غالية ولا خطوات معقدة، كل اللي محتاجاه هو اهتمام بسيط منك كل يوم. حبي بشرتك واسمعي احتياجاتها واعملي ليها روتين يناسبها، لانك تستاهلي تبقي مرتاحة ووشك منور من غير اي مجهود. لو استفدتي من الفيديو ده ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.